توبة من لم يدر بعد أنه جاهل متعالم، وأنه في العلم عائل مستكبر، وأنه متشبع بما لم يعط، وأنه متشبع بما لم يعط، وأنه متشبع بما لم يعط، وأنه متشبع بما لم يعط. مستكبر، وأنه متشبع بما لم يعط، وأنه متشبع بما لم يعط، أنه متشبع بما لم يعط. القواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومعرفة التوحيد الذي خلق الله الناس لأجله، ومعرفة الشرك الذي نهى الله عنه، معرفة ذلك أوجب من معرفة الصلاة والزكاة وسائر العبادات، لأن التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه. والعبادات إذا لم تبنى على العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله فإنها لا تصح. فبدأ بالدعاء، لأن الله إذا تولى العبد في الدنيا والآخرة فإنه لا يصل إليه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فبدأ بهذا الدعاء العظيم، وثنى بدعاء آخر وهو قوله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. والحنيف الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه. وقد أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم، فقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. توحيد لله، إفراد الله بالعبادة، فقد وجب أن تعرف ما هو الشرك، وذلك لكي لا تقع فيه، لأن الله حذر من الشرك فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، فأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهذا الخطر العظيم تحرم به الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لأنه تحرم بالشرك المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يدخلهم إقرارهم ذلك في الإسلام، ولم يخرجهم من الكفر. هذه القاعدة تبين حال المؤمنين وحال المشركين. وكثير من أهل زماننا وقبله يعتقدون أن الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. الذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة ما نعبدهم، وهذا حصر إضافي، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا حصر إضافي، يعني وما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فحصروا ما أرادوا في القربى والتقرب إلى الله، فهم أرادوا بذلك ما عند الله. إذن هم اتخذوا من دونه أولياء عبدوهم ليقربوهم إلى الله، فما أرادوا إلا الله، لكنهم اتخذوا تلك الوسائط لتقربهم إلى الله. إن الشفاعة بغير إذنه منفية، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وأفضل الخلق وخاتم النبيين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف خر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه ويمجده، ولا يزال كذلك حتى يؤذن له: ارفع رأسه وقل تسمع واشفع تشفع، كما أخرج ذلك عنه صلى الله عليه وسلم الشيخان في صحيحيهما. فلا شفاعة إلا بعد إذن الله تعالى. فدل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، ولأجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. دل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين، وأن ذلك شرك. في القاعدة الثالثة معرفة حال العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان منهم من يعبد الملائكة، وكان منهم من يعبد الشمس والقمر، وكان منهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، وكان منهم من يعبد الأولياء والصالحين ومن ظنوا بهم الصلاح. وأهل الشرك أهواؤهم متفرقة لا يجتمعون على شيء، ومع أنهم كانوا مختلفين فرق بينهم الهوى، فعبدوا ما عبدوا ومن عبدوا، وتكاثرت اتجاهاتهم. مع كل ذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين وقاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين. وفي هذا أنه لا فرق بين الذي يعبد الصنم والذي يعبد رجلا صالحا أو يعبد ملكا من الملائكة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. فالذين عبدوا المسيح عليه السلام حاربهم، والذين عبدوا عزيرا عليه السلام حاربهم، والذين عبدوا الأحجار والأشجار حاربهم، بلا تفريق. فالشرك لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا ومن يعبد صنما أو يعبد شجرا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، فهي مفيدة للعموم. والدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم على حسب معبوداتهم قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقوله تعالى وقاتلوهم دليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم على حسب معبوداتهم. فقوله تعالى قاتلوهم عام لكل المشركين لم يستثن ربنا أحدا، حتى لا تكون فتنة. الفتنة الشرك، أي حتى لا يوجد شرك، وهذا عام، فإنه يقصد أي شرك، حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك، أي شرك، ويكون الدين وتكون العبادة كلها لله. فالآية دليل على أن عبادة الأنبياء شرك، وفيها رد على من فرق في ذلك بين المعبودات، وفيها رد على من زعم أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. فإن من الشرك عبادة الأنبياء وعبادة الصالحين. الوسيلة هنا في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي الطاعة والقرب. والوسيلة في اللغة الشيء الذي يتوصل به إلى المقصود، فالذي يوصل إلى رضا الله وجنته هو الوسيلة إلى الله.
وهذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل بالمخلوقين وسيلة ممنوعة شركية. ومن كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن وصاروا يعبدون الله ويخلصون العبادة لله، وبقي الذين عبدوهم من الإنس على عبادتهم له، وصار المعبودون عابدين لله تبارك وتعالى، وبقي من كانوا على عبادتهم قائمين. الآية تدل على أنه لا يجوز أن تصرف العبادة للصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من غيرهم من الأولياء والصالحين، لأن الكل مفتقر إلى الله عباد لله. في الآية دليل على أن هناك من يعبد الصالحين. أنواط جمع نوط وهو التعليق، أي هي شجرة ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذه بلية التقليد والتشبه، وهي من أعظم البلايا، ومن تشبه بقوم فهو منه. وقد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر ما قالوا، وقال إنها السنن، أي هي السبل التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض فيها. وقد قال من قال كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي مهلك وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك. قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين. فالتبرك بالأشجار والعكوف عندها شرك، والعكوف البقاء في المكان. ويجب أن ينتبه الناس إلى خطر الجهل بالتوحيد، لأن من جهله وقع في الشرك لا محالة، ومن جهله تشبه بأهله لا محالة. قال أبو واقد رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلف، فحاصل هذه القاعدة أن المشركين في عصر المصنف وما بعده أغلظ شركا من الأولين. والسبب في ذلك أن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء، فإذا وقعوا في الشدة أخلصوا. وأما الآخرون فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة لا يفرقون. قال تعالى في وصف الأولين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فالأولون يشركون في الرخاء، يدعون الأصنام والأوثان والأحجار ويعبدونها في حالة الرخاء، وإذا وقعوا في الشدة لا يدعون صنما ولا حجرا ولا مخلوقا ولا شجرا، وإنما يدعون الله وحده. وأما المتأخرون فإنهم مستمر بهم شركهم في حال رخائهم وفي حال شدتهم، فإذا اشتد بهم الأمر دعوا عبد القادر ودفاعي والبدوي وغيرهم. وهنا فرق آخر، الأولون كانوا يعبدون صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، وأما المتأخرون ففي جملة من يدعون ويعبدون أناس من أفجر الناس ومن أكثر الخلق، ومع ذلك يعبدونه ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم. ومن هؤلاء من كان من أفجر الخلق كالحلاج وابن عربي وابن سبعين والبدوي وغيره. وقد ساق الشيخ الدليل على هذه القاعدة، وهي الآية الكريمة أفرأيتم استفهام إنكار للتوبيخ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فذكر اللات بالتخفيف صنم في الطائف، عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت
مبني وعليه ستائر يضاهون به الكعبة، وعنده سدنة. وقرأت أفرأيتم اللات بالتشديد، واسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر وصاروا يعبدونه من دون الله تعالى. والعزى شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر، وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس من داخلها. وأما منات هي صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج. هذه الأصنام المذكورة هي أكبر أصنام العرب. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هل أغنت عنكم شيئا؟ هل نفعتكم أو نصرتكم؟ القواعد جمع قاعدة، وهي الأصل. كيف يقبل أهل السنة توبة من لم يدر بعد أنه جاهل متعالم، 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 وأنه في العلم عائل مستكبر، عائل مستكبر في العلم عائل مستكبر، وأنه متشبع بما لم يعط، وأنه متشبع بما لم يعط، وأنه متشبع بما لم يعط، وأنه متشبع بما لم يعط.